ما ينفعش يا جماعة نغصب ولادنا ان هم يبوسوا حد. مفيش حاجة زي ما قلت اسمها بوس عمه او بوس طنط، مفيش الكلام ده. ونعود ولادنا ان مفيش حاجة اسمها حد يبوسني من شفايفي، مفيش، ولا حتى بابا وماما. بطلوا العادة دي عشان تعلموا ولادكم ان الحتة دي خاصة وخاصة جدا، ما ينفعش حتى بابا وماما يبوسوك منها. بابا وماما عايزين يبوسوني من خدي، بابا وماما عايزين يبوسوني من ايدي، من جبيني. واي حد في محيط عيلتي، تيتا بقى، جد وعمته وخالته وعمه وخاله ومش عارف مين، عايزين يبوسوني، خدي موجود. مش حابب ان حد فيهم يبوسني من خدي، محدش يزعل يا جماعة. احترموا رأي الطفل ورغبته، ما تغصبوهوش على حاجة. اصل مش عارف في مين هيزعل، يزعل. مش احسن مبني يطلع بدون شخصية واي حد ياخد منه اي حاجة هو عايزها من غير ما يعترض؟ لا، اللي حوالينا يزعلوا يتفرقوا، سوري، بس ابني يبقى طالع ليه شخصية وليه رأي، عشان لو حد حاول يغصبه على حاجة ما يقبلش. لكن لما انا اغصبه انه يعمل حاجة هيطلع مغصوب عليه من كل الناس. فلازم نركز في النقطة دي. الطفل عايز يسلم يسلم، مش عايز خلاص، لا نصغر له ولا نشخط فيه ولا، مفيش الكلام ده. معلش هو مش متعود يسلم، حابب ان هو يقول سلام عليكم للكل اهلا وسهلا، لكن طالما مش عايز يبقى خلاص.